انت متخيل انك تاكل التحفه الفنيه دي وتخس؟ انت عارف ان الطبق ده كله فيه اقل من 800 سعر حراري وتقريبا يكفي 3 افراد؟ يعني هتاكل اقل من 300 سعر حراري. مش بس كده، ده كمان ينفع لو انت عامل لو كارب. انا مش عارف انتوا ليه لسه حابسين نفسكم في الدايت بتاع الدكاتره اللي ب2 بيض مسلوق وفي الغدا تاخد فراخ مشويه او مسلوقه او طبق سلطه. الموضوع بقى غير كده خالص. الدايت يعني مش ان انت تجوع ولا انك تحرم نفسك من كل انواع الاكل وتاكل نوعين 3 بس. يا ريتني كنت عرفت المعلومه دي من 12 سنه اول ما بدات اخس ال 80 كيلو اللي انا خسيتهم. اكيد كل حاجه كانت في حياتي هتتغير لو ما كنتش سمعت كلام الناس زمان وعملت الدايت التقليدي بتاع كل الناس. يا جماعه احنا في 2025 ولسه في ناس بيقول لك ان الجبنه مش في الدايت وان اللحمه المفرومه تقيله والكلام ده كله. المهم نخش في الموضوع على طول. هنجيب بتنجانتين كبار، وبجد بجد البتنجان ده من اكتر الحاجات اللي مظلومه معانا في الدايت. الناس فاكره ان فيه سعرات عاليه وهو ما فيهوش سعرات عاليه على حاجه، وكمان بيشبعك ومليان فوائد، فيا ريت نستخدمه في الدايت بتاعنا. بصوا انا بصراحه مش عارف اسم الاكله دي ايه، بس لو انتوا عارفين يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، وبالمره بقى اعملوا لي سبسكرايب ولايك لان الحاجات دي هتفرق قوي. لو حاببني اكمل يعني واعمل لك اكل دايت طعمه حلو بدل النواشف اللي انت عمال تاكلها دي، لو حابب يعني. نبتدي بقى نقطع البتنجان بالشكل ده، تقريبا سنتي سنتي ونص كده. نرش رشه ملح، وهنا رشه الملح اللي احنا رشيناها دي علشان المراره اللي موجوده في البتنجان تقل. واول ما تبتدي ان هي تطلع شويه ميه كده نبتدي ان احنا ننشفهم بالمنديل. بعدين ندخلها الفرن على درجه حراره 220 لمده نص ساعه. في الوقت ده نكون بنعمل ايه؟ نكون بنعمل اهم عنصر في الاكله وهو اللحمه المفرومه. ويا ترى ليه هو اهم عنصر في الاكله؟ هو اهم عنصر في الاكله لان هو البروتين، ومفيش دايت صح من غير ما يكون فيه بروتين وبروتين عالي. على نار عاليه نسخن طاسه، نحط فيها فصين توم وننزل عليها ب 200 جرام لحمه مفرومه، نديها تقليبه حلوه كده وننزل عليها ببصلايه مبشوره. نحط بقى البهارات بتاعتنا، ملح، فلفل اسود، زعتر، وكمان ريحان فريش، معلقه بقى سكر ستيفيا. اخر حاجه ننزل بقى بحبه ميه صغيرين نوطي عليها خالص ونقفل الحله ونسيبها تتسبك. بعد نص ساعه هيكون البتنجان استوى. اي نعم مش واخد اللون الذهبي بتاع البتنجان لما بيتقلي كده، بس المهم الطعم، طعمها حلو جدا، وكمان في نفس الوقت مش هتعمل لك ارتجاع مريء وسعراتها قليله، ولا هتعمل لك مشاكل في القولون، ولا هتزود الالتهابات في جسمك. نيجي بقى لاكتر مرحله انا بحبها، وهي بقى رص كل الكلام ده مع بعض. اول حاجه نجيب بايركس ينفع يخش الفرن، ونحط رشه زيت زيتون ومعلقه لحمه مفرومه. شايفين الصلصه طبعا شكلها حلو ازاي في اللحمه المفرومه عشان اتسبكت صح. وبعدين نبتدي نرص البتنجان بتاعنا بالشكل ده. بعدين نحط لحمه مفرومه، ونكرر بقى مره بتنجان وبعد كده حاطين لحمه مفرومه. اخر حاجه خالص رشه جبنه موتزاريلا من فوق او المتاح. انا على فكره ما كانش عندي جبنه موتزاريلا كفايه فعملت ميكس كده، بس يستحسن نستخدم جبنه موتزاريلا وتكون قليله الدسم. على فكره يا جماعه الجبنه دهون صحيه، بس المهم بناخد منها كميه قد ايه، ما تكونش كميه اكتر من اللي جسمنا محتاجها عشان ما نزيدش في الوزن، لكن ينفع تستخدمها عادي في الدايت. نغطي بقى كل الكلام ده مع بعضه وندخلها الفرن على درجه حراره 200 لمده ربع ساعه. ليه بقى؟ عشان الاكل ده كله الاطعمه تخش في بعضها وفي نفس الوقت الجبنه تسيح من تطلع معانا بالمنظر التحفه ده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ عمرك ما تصدق ان ده اكل دايت، وعمرك ما تصدق انك تاكل الاكله دي وتخس. بقول لكم ايه، طعمها خطير. استنوا بقى الاكله الجايه علشان اغير لكم طريقه تفكيركم عن الدايت خالص، وان شاء الله تحبوا الدايت وتعملوه.